ليه بنحس إننا عشنا اللحظة دي قبل كده؟ السلام عليكم، أنا عبد الرحمن كمال وهنتكلم مع بعض عن تفسير علم النفس لظاهرة الديجافو. ليه بنحس إننا عشنا الموقف ده قبل كده؟ وهل في خلل في المخ ولا دي حركة ذكية منه؟ تعالوا نفك الشفرة دي مع بعض ونفهم إيه اللي بيحصل جوه دماغنا في اللحظة دي. عارف اللحظة اللي فجأة فيها بتحس إن الزمن وقف؟ بتبقى قاعد مع صحابك أو ماشي في شارع وفجأة أنت حسيت إنك عشت اللحظة دي قبل كده بالملي. نفس الكلام ونفس الضحكة وحتى نفس ريحة المكان. اللحظة دي بنسميها ديجافو، ومع إنها بتحسسك إنك بطل خارق أو بتشوف المستقبل، بس الحقيقة إن مخك هو اللي بيشتغلك. في الحقيقة يا شباب، الموضوع ملوش علاقة بالسحر ولا ليه علاقة بإنك بتشوف المستقبل. دي مجرد تهنيجة بسيطة في سيستم مخك. علماء النفس والأعصاب قعدوا يحللوا الموقف ده ووصلوا لشوية تفسيرات يخليك تحترم دماغك دي جدا. أول تفسير بيقول إننا ساعات بيحصل لنا حاجة اسمها الإدراك المنقسم. يعني تخيل إن عينك صورت المشهد، بس لسبب ما في عين سبقت العين التانية بجزء تافه جدا من الثانية. المخ هنا بيستلم المعلومة مرتين. في المرة التانية الشخص ده بيتهيأله إنها ذكرى قديمة، مع إن الفرق بينهم يدوب لا يذكر. وفي تفسير تاني لذيذ جدا بيقول إن الذاكرة عندك عاملة زي الأرشيف. المفروض إن أي حاجة بتحصل دلوقتي تروح لخانة الحاضر اللي إحنا عايشينه دلوقتي، بس اللي